السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل مشاهدي ومحبي سي ار تي في كل مكان وكل متابعي كلام في الكورة. ما تنسونيش برضو من خلال دعائكم، بيقولوا لي في الاعداد كلنا ادعوا لنا، كلنا كل فريق العمل وكل القناه طبعا وكل الشعب المصري يدعي يا رب باذن الله مصر امان باذن الله تعالى، وفي الليله المفترجه دي باذن الله تعالى ان شاء الرحمن يبقى السنه الجايه زي دلوقتي ان شاء الرحمن، نبقى في افضل حال واحسن حال باذن الله، والشعب كله واحد تحت رايه واحده وتحت وفي صف واحد باذن الله، مفيش اي اختلافات ومفيش اي تجزئات باذن الله تعالى ان شاء الرحمن. طيب، المنظومة الكروية وبرنامجنا الرياضي وحركة تنقلات في الدوري المصري والمدربين المصريين ده طبيعي، يعني شفناه طول عمرنا كده، يعني بعد نهاية كل موسم كل مجلس إدارة بيقوم قاعد قاعدة صغيرة كده ما تعديش النص ساعة، وحتى ممكن تبقى في آخر مباراة من المدرج أو من على الدكة أو حتى من البيت أو عبر التليفون، غير ده بقى على حسب النتائج، ارضي الجمهور شوية، سكت الناس شوية بدل ما يقعدوا يتكلموا يعني. بل بتلاقي كمان يعني الكلام ده بيحصل، يعني ممكن تلاقي عضو مجلس إدارة وهو طالع من المباراة الأخيرة جمهور بيقابله خصوصا الأندية الشعبية، يعني ما ينفعش كده، يعني ما يصحش كده، ده وضعنا احنا عمرنا ما كنا كده، الأهلي تاريخ كبير، الزمالك تاريخ كبير، الدرويش، ابو الكباتن، الاتحاد، المحله، المنصوره، الانديه الشعبيه كتير، يمكن المؤسسات والهيئات يعني مستقره الى حد كبير، يعني بياخدوا قرارهم بالراحه، ومن بيجيبوا مدير الكوره، بيجيبوا المدير الفني يتكلموا معاه قبل حتى الموسم ما يخلص والحاجه، ما فيش ضغوط، ما فيش ضغوط اعلاميه، ما فيش ضغوط جماهيريه، وحتى ولو كان الوضع قبل كده احسن وبينزل او في انخفاض ما حدش بياخد باله، يعني كله بيعمل نفسه من بنها، يعني فمفيش مشكله، مش معنى ان الناس تبقى من بنها يعني او من الفيوم او من اسيوط المهم ما يبقاش في المدينه نفسها يعني. فبالتالي بيبقى في حركه تنقلات، بتلاقي مجلس اداره او عضو مجلس اداره طالع من اخر مباراه، اي جمهور بيقابله، اي واحد من الجمهور ما ينفعش كده يقول له ما تخافش ما تخافش، هنعمل تغييرات كويسه، والمدير الفني الجديد ده هيظبط الدنيا وهنجيب واحد كويس قوي وده هيمشي، ويبدا يخش في حوار مع الجمهور، يبدا يخش في اكنه بيعمل يعني حوار صحفي مع واحد من الجماهير مثلا، فيقول له فاكر الماتش من الفلاني، يقول له اه انا قلت والله، بس يعني هنعمل ايه بقى عشان الفرقه واستقرارها، الحمد لله انها جت على قد كده، فهنجيب حد عشان يريح الجماهير. ودي ادارات بتلاقيها نفس يعني ملهاش رجلين، خطواتها صغيره ومساحه التفكير بتبقى محدوده، فبالتالي يعني ارضاء الراي العام او الشارع الكروي الخاص بالنادي بتاعه. طيب، حركات تنقلات في الدوري المصري، يعني بقول بشكل عام، ما بقولش على اللي هيحصل ده ان الناس ديت يعني كده يعني، لكن انا بتكلم على اللي بيحصل بشكل عام يعني. لكن اللي لحد دلوقتي اللي فيه عناصر جديده ووجوه جديده ممكن تشوفوها في الدوري المصري، في انديه جديده بالنسبه لهم لاول مره مثلا، يعني هتلاقي احمد حسام ميدو لاول مره مع الدراويش، يعني خطوات صغيره ورتوش اخيره ما بين اداره الاسماعيلي حاج محمد ابو سعود وكابتن احمد حسام ميدو، بعد ما كان مرشح بشكل كبير جدا ان هو يمسك النهارده او امبارح تدريب المدير الفني لنادي الزمالك، على حسب اللي كان بيقوله المستشار مرتضى منصور ان ممكن يبقى احمد حسام ميدو، وحطوا الجهاز كمان احمد حسام ميدو وطارق مصطفى سامي الشيشين لو تفتكروا، معاهم كابتن اسماعيل يوسف. لكن التفوق اللي مش طبيعي في الفتره اللي فاتت لنادي الزمالك افريقيا عشان الناس تبقى واخده بالها من التك على الكلام، يعني التفوق الافريقي اللي مع نادي الزمالك في الوقت الحالي، والارقام اللي بيحققها نادي الزمالك والحاجات اللي بيحققها نادي الزمالك من حيث التاريخ، يعني مخليه مجلس اداره نادي الزمالك متمسك بشكل كبير جدا 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 مع فيريرا. هو من الاول يعني كان يعني شايف ان فيريرا ممكن يبقى مدرب كويس، لكن التمسك الرهيب اللي في الوقت الحالي ده جاء بعد النتائج اللي حققها الراجل، اللي حققها فيريرا المدير الفني البرتغالي، واللي عامل يعني جو جميل جدا داخل الفرقه، واللي عامل سيطره فنيه عاليه جدا، واللي ما بتغروش ابدا النتائج داخل اللقاء، واللي بيقدر ان هو يستفاد من كل صغيره وكبيره من اللقاء سواء كان ليه او على الفرقه المنافسه، فبالتالي مخليه مجلس اداره نادي الزمالك متمسك جدا بالراجل ومش قادر يسيبه ابدا، بل بالعكس ده لو سابه هيبقى خسر صفقه في منتهى الاهميه بالنسبه له اللي هي فيريرا. احمد حسام ميدو انتقل خلاص للدراويش بشكل يعني 99%، يعني بكره ان شاء الرحمن ممكن بقى يقعدوا معاه يمضوا العقد زي ما قلت لحضراتكم، الحاجات الصغيره واللي بتبقى مهمه جدا ان انتوا تتفقوا عليها من بدري او يتفق عليها احمد حسام ميدو مع الدراويش. لكن في الكاس يعني احمد حسام ميدو اكيد هو اللي هيبقى متولي المسؤوليه الفنيه. طارق يحيى مشي من الاسماعيلي،
مش عايز اقول بضغط جماهيري، لكن يعني كابتن طارق يحيى برضه هرجع اقول مدير فني على اعلى مستوى. الحظ السنه دي معاه في المصري والاسماعيلي ما كانش على نفس حظه مع مصريه للاتصالات، مع مصر المقاصه، مع الانتاج الحربي. كان عنده اداره مستقره، كان عنده امور مستقره، كان عنده الامور ما فيهاش ضغوط اعلاميه ولا ضغوط شعبيه جماهيريه. في المصري كان عنده ده، كان عنده الضغط اللي في الشارع، كان عنده الضغط الاعلامي شويه، كان عنده الضغط في الاسماعيلي اللي في الشارع او في الاعلام شويه. ما قدرش يشتغل بشكل كويس قوي في الاسماعيلي ولا المصري. وكمان القماشه اللي كانت معاه والقدرات اللي كانت معاه اقل كتير جدا من القماشه اللي كانت قبل كده. هتقولي لا ممكن الاسماعيلي يبقى احسن من الانديه اللي مسكها، بس الهدف في الاسماعيلي غير الاهداف اللي موجوده في الانتاج الحربي، غير الاهداف اللي موجوده في مصر المقاصه، غير الاهداف اللي كانت موجوده في المصريه للاتصالات. فهنا يجي الفرق، هنا الشغل المظبوط. يعني ناس كتير يعني انت عارفين يعني في مصر احنا بنهدي النفوس جامد جدا، وخصوصا الاهلاويه والزملكاويه. الناس تربط بقى يبقى اللي كان الظنون عندهم حق، والاسماعيلي وادارته ومجلس وجماهير الاسماعيلي هجمت يعني طارق يحيى بشكل كبير جدا. لكن زي ما قلت لكم القماشه دايما بتغلب على اي مدير فني، والاهداف دايما بتغلب على اي مدير فني. اديني حضرتك امكانيات كويسه، الامكانيات المتمثله في الامور الماليه، في القدره الفنيه، وبعدين اطلب مني اهداف. ما ينفعش ابدا وانا رايح اتعاقد مع حد تطلب مني اهداف وانت مش محقق لي النقطتين دول. ده رايي الشخصي. محمد يوسف كمان قرب شويه من نادي سموحه بقى. محمد يوسف يمكن بعد نص ساعه او ساعه من دلوقتي قاعد او قبل نص ساعه او ساعه من دلوقتي قاعد مع المهندس فرج عامر اللي رجع من امريكا من ساعتين ثلاثه، وقاعد مع كابتن محمد يوسف. وممكن كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي يبقى المدير الفني لنادي سموحه في الفتره اللي جايه. طيب معانا على التليفون كابتن طارق يحيى. يا ابو الكباتن، يا عرب ازيك؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب يا حبيبي، ازاي صحتك؟ الله يخليك، الحمد لله كله تمام. يعني الاسماعيلي خلاص ولا الامور يعني عندي خبر ان حضرتك خلاص من الاسماعيلي، وان احمد حسام ميدو مرشح بقوه للاسماعيلي، الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ لا خلاص، انا بلغت اللعيبه يا سيد اول امبارح قبل ماتش الحرس، وبلغت الجهاز الفني ان ده اخر مباراه ليا مع نادي الاسماعيلي. وبعد المباراه في قناه النيل الرياضه على الهواء طلعت وقدمت استقالتي وانا مقدم استقالتي. وبعدين فوجئت بقى برئيس النادي بيقول اخلنا طارق يحيى. يا عم انا قايل لك انا مستقيل اساسا. يعني انا قايل قبلها بيوم للعيبه، وقايل للجهاز الفني، وقايل لكابتن معاطي مدير الكوره ان دي اخر مباراه، وبلغ الاداره ان دي اخر مباراه ليا مع نادي الاسماعيلي، هو مباراه الحرس ايا كان النتيجه بقى. بس بص يا سيد، احنا الحمد لله بفضل الله اشتغلنا بكل ما ربنا ادانا من قوه في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي انا استلمت 28 بونت في المركز العاشر، عشان الناس بتنسى. الناس بتنسى، احنا نسيين. انا استلمت النادي الاسماعيلي برصيد 28 بونت في المركز العاشر. في الاسبوع كام يا كابتن؟ ال 21. يعني انا اول مباراه ليا الراجل لعب 19 اسبوع، ولعب المصري الدور الثاني، بدايه الدور الثاني من الاسبوع 20، يعني لعب 20 مباراه. انا لعبت 17 مباراه، جايب 27 بونت بنص تيم او بربع تيم زي ما تقول. مفيش حسني عبد ربه، مفيش محمود متولي، مفيش محمود عبد العزيز، مفيش الوحش، مفيش جون انطوي، مفيش كلاتشي، مفيش اليكس. تتكلم على 8 لعيبه، مفيش فرقه. واشتغلنا، وانا قلت لهم يا جماعه احنا هنحاول نقرب شويه. ده الهدف اللي انت بتقول عليه بقى. انا حددت هدفي من الاول ان احنا هنحاول نقرب من الناس اللي فوق. انا فنشت الدوري يا سيد النهارده 27 بونت في 17 مباراه. نادي الاسماعيلي الدور الاول باللعيبه دي كلها اللي انا قلت عليها قبل ما يتعوروا جايب 28 بونت، فرق بونت واحد فقط عني الدور الثاني. ماشي يا كابتن؟ وانا اقل 3 ماتشات، يعني انا لاعب 17 مباراه، ما لعبتش 20 مباراه. بس خلي بالك خلي بالك عشان بنقول ارقام برضه. هم فقدوا 6 نقاط. الارقام دي مظبوطه. لا عشان هم برضه، لا ما اقصدش هم فقدوا 6 نقاط، هم مخصوم لهم 6 نقاط، خلي بالك. بالظبط. والست نقاط دي ما اثرت علينا كمان. انا النهارده المفروض ان انت النهارده يعني 61 بونت، فاهمني؟ فانا بقول لك الحمد لله والشكر لله، انا راضي تماما على الفتره دي في الاسماعيلي. خلي بالك بالارقام انا بقول لك اهو. وعملنا فرقه كويسه الحمد لله بفضل الله. طلعنا محمد فتحي، طلعنا عبد الرحمن حسان، لعبنا البعلي، لعبنا كينيس، لعبنا مانويل. عملنا 5 6 لعيبه بدايل للعيبه اللي اتعورت. والحالك مثلا ولا الكلام ده برضه غير صحيح؟ احنا دلوقتي في ليله وتريه. تمام. ليله وايه؟
وتريه ده ممكن تبقى ليله القدر يا 27 ليله 27. اقسم بالله العلي العظيم انا ما اتكلمت مع السوليه في هذا الموضوع في اي شيء. انا كل اللي قلت للسوليه فقط حاجه واحده، قلت له يا سوليه خليك في نظر جمهور الاسماعيلي زي حسني عبد ربه. بمعنى ايه؟ انك امشي من نادي الاسماعيلي من خلال الاسماعيلي بس تروح تمام. فين تيجي منين دي بتاعتك. اقسم بالله هذا حصل. وهات السوليه دلوقتي على التليفون لا كان دخلت من بعيد ولا قريب ولا هي دعوه خالص بموضوع السوليه خالص. حتى الجلسه اللي جمعت ما بين السوليه ومحمد ابو سعود كنا احنا موجودين ومشينا قبل السوليه ما يجي. يعني انا مشيت قبل السوليه ما يجي. يعني السوليه قاعد لوحده مع الحاج محمد، ما كنتش انا موجود في القعده الاخيره، فاهمني؟ لكن انا لا اتدخلت في موضوع السوليه من بعيد ولا قريب ولا ليا دعوه بالموضوع ده خالص. السوليه يروح الاهلي اهلا وسهلا، يروح الزمالك اهلا وسهلا. مصلحتي انا كطارق يحيى لو انا ماسك الاسماعيلي، لما كنت ماسك الاسماعيلي يروح اي حته، المهم فلوس تخش نادي الاسماعيلي، دي اهم حاجه. ليه؟ لانك انت هتستفيد بيها كمدير فني في انك انت تجيب بعض اللعيبه تسد بيها ثغراتك اللي انت عايزها. يروح الاهلي يروح الزمالك يطلع بره، دي مش قصتي. اخر نقطه مع حضرتك، يعني عشان انا بقول كلام ما ينفعش ان انا اقوله، يعني اقوله في ظهرك وما اقولوش في وشك. يعني انتمائيا وعاطفيا وتربويا وسلوكيا وكل حاجه ممكن تقولها في النقطه ديت، ان انا لما احس النادي الزمالك او النادي الاهلي وانا واحد من ابنائه يعني محتاج ان انا اقف معاه، اسنده، اازره، اشجعه، احتفل معاه، ما فيش مشكله اطلاقا يعني. لكن احترافيا وشغلا بقى حضرتك يعني تقول لي وجودك في اغنيه مثلا خاصه بنادي الزمالك وانت لسه متولي المسؤوليه الفنيه لنادي الاسماعيلي يا كابتن طارق. حلو قوي كويس. انت دلوقتي مين اللي عمل الاغنيه؟ مين اللي بيعمل اغنيه؟ مين اللي بيعمل؟ الزمالك. ده احمد ابني. احمد ابني ملهاش علاقه بنادي الزمالك، ما حدش في نادي الزمالك دخل خالص في القصه دي خالص. ده احمد ابني عمل اغنيه لنادي كتبها ولحنها وغناها ووزعها. وعامل زي ملهاش علاقه باحتفاليه الزمالك، ده بيحكي تاريخ نادي الزمالك. هو انت لما تسمع الاغنيه هتشوف كلماتها وتشوف التترات بتاعتها متركبه ازاي والنجوم اللي كانوا موجودين يا سيد. لما من اول الكابتن حماده امام مرورا لغايه بقى شيكابالا وعمر جابر دول اخر اثنين، فاهمني؟ بيحكي تاريخ نادي الزمالك. هو الولد انفعل فبيحكي تاريخ نادي الزمالك في اغنيه. ولما بما انك انت احد لاعبي نادي الزمالك السابقين، فاهمني؟ ما تروحش تساند ابنك وتشارك في هذه الاغنيه. وانا غنيت وانا رايح اغني على راي الجمهور. لا انت غنيت ايه بقى؟ ايه؟ قول لنا بقى انت غنيت ايه؟ طب قول لنا الكوبليه اللي انت شغالين بقى كده يعني. فاهمني؟ انا رايح اشارك زي نجوم نادي الزمالك. والميعاد ده معمول من شهر، لان في الراجل اللي هو البروديوسر اللي هو بيدير هذه القصه مش فاضي غير يوم الجمعه دي اللي هي الحادث فيها الميعاد. وحجزنا استاد القاهره يا كابتن، والميعاد ده محدد سلفا من شهر. لا ليها دعوه بقى بماتش الزمالك ولا ليها دعوه. بس ما ماتش الزمالك كان مؤجل، ماتش الزمالك كان في شهر من شهرين ثلاثه فاتوا، فاهمني؟ فلما ابنك يا عم سيد يشارك في هذه القصه ما تروحش انت ويدعيك هتقول له لا مش هرايح. يعني هتقول لي انا بمنتهى الامانه واحنا في ليله وتريه اهو وماسك الاسماعيلي؟ أيوة. لا مش هروح. لا انت عشان انت بس اهلاوي والله ابدا. انت بقول لك انت في ليله يا عم، انت دخلت انا بقول لك انت بتسالني سؤال وبتقول لي في ليله وتريه اهي، انا بقول لك لا مش هروح. ماشي انت ده وجهه نظرك، انا وجهه نظري لا. اصل معنى هي ايه يا كابتن طارق مثلا؟ يعني حتى لو ابنك مثلا نفترض ان ابنك محترف وبيلعب في الزمالك مثلا، يعني هل انت بتدخل القصه دي في ان انا بعت الماتش؟ لا يا بقول لك يا كابتن طارق الله يخليك الله يخليك. انا بقول لك انا قلت حاجه سلوكيا وانتمائيا وعاطفيا ومؤازره يعني الزمالك مثلا. طب اديني فرصه يا ابو يا حبيبي ماشي انا معاك. بس لو الزمالك رايح يلعب نهائي افريقيا مثلا، طارق يحيى يروح يساند ويآزر ويشجع ويعمل زي ما هو عايز. سيدي فاضل هو انا سبت تمرين يعني ورحت يا سيد؟ ده كان الصبح يوم الجمعه وتمريني بالليل. بس يعني انا ما سبتش تمرين مثلا، لا خالص. قلنا حتى كان عندي اجازه ثاني يوم ماتش الحرق، ثاني يوم ماتش سموحه ده. طب هل اداره الاسماعيلي كان عندها علم مثلا؟ يعني انت قلت لحد منهم ولا مش؟ لا اداره الاسماعيلي ومال الكلام ده مالهاش علاقه خالص، مالهاش علاقه خالص. انا كان عندي يوم راحه، فاهمني؟ اليوم ده كان عندي راحه في اليوم ده، ورحت الصبح ربع ساعه ثلث ساعه خدت الشوط بتاعي، قعدت مع الكابتن حماد امام، خدونا صورتين ثلاثه كده انا وحازم وحماد امام وعبد الحليم علي المجموعه دي ومشيت. طب يلا خير. اللي جاي بقى مع طارق يحيى فين السنه الجايه؟ خير ان شاء الله. طارق يحيى فين السنه الجايه؟ على باب الله لغايه دلوقتي، ربنا يسهل ان شاء الله. في حاجات كويسه ان شاء الله باذن الله، اللي فيها لله ما بتغرقش. يعني على ندي نفسه دلوقتي اسبوعين ثلاثه كده راحه ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن طارق، شكرا جزيلا ليك. الله يخليك. شكرا جزيلا ليك. طيب
مش هغير موقفي، يعني انا قلت الدنيا طبعا. كابتن طارق فوق دماغنا من فوق، والراجل انا عارفه كويس، شخصيه هايله جدا 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 من كل الاتجاهات وكل النواحي، لكن انا برضو مصمم على رايي ده. ما كانش ينفع ابدا في حته الاحتراف، حتى لو كان اللي عامل الاغنيه ابن حضرتك. طيب محمد حمدي زكي اللاعب اللي كل ما نجيب الاستاذ عز حسين بنتكلم معاه شويه وبنتكلم باللوائح، ما بنتكلمش باي حاجه ثانيه. لكن المعلومه الاكيده ان اداره الاهلي كلمت دكتور محمود مشالي اللي هو رئيس نادي الاتحاد السكندري، وعرضت عليه بعض اللعيبه اللي ممكن تخرج من قائمه الاهلي، او بعض اللعيبه اللي ممكن تبقى في قائمه الاهلي وتروح على سبيل الاعاره، بحيث ان الدنيا تبقى كويسه مع بين اداره الاتحاد وبين اداره النادي الاهلي من غير فلوس. يعني يروحوا يلعبوا في الاتحاد سنه على سبيل الاعاره، لاعب او اتنين من الناس اللي هي ممكن يتم الاستغناء عنها بالاتفاق قبل مع اعلان القائمه، او من اللعيبه اللي ممكن تبقى في القائمه وتروح تعمل اعاره مع نادي الاتحاد السكندري، او تبقى في نادي الاتحاد السكندري على سبيل الاعاره من غير فلوس. لكن القناعه التامه اللي في اداره الاهلي ان اللاعب ده لعيب جديد بالنسبه للنادي الاهلي، وجديد بالنسبه للاتحاد السكندري لانه عقده خلص، وبالتالي ما فيش ولا مليم هيدفع للاتحاد السكندري، لكن من بين تحسين العلاقات اللي ممتده من حيث التاريخ. على التليفون نجم الاتحاد السكندري والمنتقل حديثا للنادي الاهلي محمد حمدي زكي. مساء الخير يا ابو حميد، وكل سنه وانت طيب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن، عامل ايه؟ انت داخل رسمي قوي. خليك كده رسمي على طول. محمد مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. قعدت النهارده تقريبا او امبارح مع كابتن علي عبد الصادق، مظبوط؟ امبارح ان شاء الله. امبارح 3 سنين ولا 5 سنين؟ 5 ان شاء الله. 5 ان شاء الله. انت عندك كام سنه يا محمد؟ 23. 23. طيب انت الدنيا في الاتحاد كانت ماشيه ازاي؟ يعني هل فعلا انت ماضي عقد في الاتحاد؟ هل فعلا كنت خدت فلوس من الاتحاد؟ هل فعلا زي ما اتقال من مسؤولي الاتحاد يا محمد، ولا اشرح لنا؟ والله يا كابتن، هو الموضوع كله ان العقد مش متوثق. فانا اكتشفت ان العقد بتاعي مش متوثق. جيت اول السنه اتكلمت مع الناس، يا جماعه انا عقدي فيه مشكله ولا حاجه؟ قالوا لي لا، عقدك ما فيهوش مشكله. جيت بعد كده عايز نسخه عقدي، سالتهم عليها قالوا لي خلاص هنجيب لك نسخه عقدك وبتاع. فما حدش كلمني وما حدش رد عليا في الموضوع ده. انا دورت ورحت اتحاد الكوره وكده وجبت نسخه العقد، لقيت نسخه العقد منتهيه. تمام. كل القصه. بالتالي في ناس بقى هتقعد تقول لك يعني طب ما خلاص، ما انت بتعترف اهو ان انت ماضي مع الاتحاد، طب ما هو ده حصل في الاهلي. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن يعني جده على فكره في برضو اخبار ان خلاص الكابتن علي عبد الصادق وكابتن وائل جمعه هيتفقوا مع جده على توقيع عقود جديده ويبقى مكمل مع النادي الاهلي. لكن انت ممكن تحط زي ما انا شرحت مع الاستاذ عز حسين امبارح، ممكن تحط عقود مثلا في الدرج 6 7 شهور، 8 شهور، 9 شهور، 10 شهور، وبعد كده تطلعها لاتحاد الكوره، فاتحاد الكوره يقول لك يعني بالله واشرب ميتها، خلاص الموضوع انتهى، حتى لو النموذج نفسه اختلف. طيب وبالتالي رحت الاهلي او المسؤولين في الاهلي كلموك يا محمد اللي فاتت هينتقل للسعوديه، وكابتن علي عبد الصادق واضح يعني وعدك بكده، مظبوط الكلام يا محمد؟ تمام يا كابتن، تمام كده تمام. طيب لو يعني اكيد وانت بتفكر وبتمضي وبتوقع، يعني طموح الاهلي واسم الاهلي ومكانه الاهلي طبعا في الاذهان. طبعا شايف فرصتك طبعا. يعني في ظل العدد الكبير جدا من اللعيبه اصحاب الخبره، اللعيبه المتميزه، المركز بتاعك انت طبعا بتلعب في مكان يعني مليء بالنجوم، والصفقات طبعا اللي عملها الاهلي، الصفقات الثقيله قوي اللي عملها الاهلي دي كمان. شايف فرصتك في الاهلي ازاي يا محمد؟ والله يا كابتن ديت هتبقى طبعا تحدي، وهتبقى في منافسه قويه جدا، وان شاء الله الواحد يعني يقدر يظهر بمستوى كويس، ان هو ان شاء الله يلعب يعني ما فيش حاجه، الكوره ما فيهاش مستحيل، وان شاء الله الواحد يبقى يقدم مستوى كويس بحيث ان هو يلعب يعني. ده طموح اي حد، وطبعا هتبقى منافسه قويه جدا مع اللعيبه ديت، ان شاء الله يعني الواحد يكون قد التحدي ده. طيب ان شاء الله الرحمن. مين بيعجبك من الاهلي؟ مين بيلعب يعني وانت بتتفرج كده اكيد بتتابع للاهلي وماتشاته؟ طبعا. مين بيعجبك قوي؟ مين بتحس ان هو يعني حاجه عاليه قوي يعني؟ الكابتن حسام غالي طبعا. وكان قبل كده الكابتن وائل جمعه. لا في ناس كتير. انت جايب 2 في مركزين مختلفين خالص عن مركزك. طبعا. طيب مركزك مين بيعجبك في مركزك؟ يعني في مركزي انا؟ مركزك انت. في ربي لا في لعيبه كتير في مركزي، ولا لازم في النادي الاهلي بالظبط؟ نعم؟ يعني لازم في النادي الاهلي؟ لا براحتك. يعني في لعيبه كتير. في انا بحب عبد الله سعيد جدا، بحب مؤمن زكريا، تمام، بحب عمرو جمال، تمام، بحب مين تاني موجود عشان ما انساش حد؟ طيب الكل خلاص الكل يعني عندي سؤال يعني برضو
يعني الناس ممكن تقول يعني محمد حمدي زكي ملقب بجده، ايه السر؟ تمام. يعني ايه علاقه محمد حمدي زكي باللقب جده؟ والله يا كابتن هو بس كل اللقب ان هو جده من نفس المنطقه، نفس البلد تقريبا. انت من حوش عيسى؟ انا من بحيره برضه. من البحيره، نفس المحافظه يعني. نفس المحافظه. وبرضه كنت بلعب في الاتحاد وبرضه رحت المنتخب، فهم قال لك في جده كبير وجده صغير، خلاص احنا نقول عليه جده صغير بما انك مشيت على نفس النهج بتاعه يعني. طيب بس فهي دي القصه يعني. جده لعيب كبير قوي وكان هداف طبعا. افريقيا وهداف الاهلي فتره من الفترات. وجده برضه عشان ما ننساش طبعا من اللعيبه اللي بحبها جدا يعني، على المستوى الشخصي انا لعبت معاه وبحبه جدا يعني. كلام جميل. العرض طبعا. السعودي من نادي ايه يا محمد؟ والله يا كابتن الكابتن شوبير امبارح سالني وقلت له معلش ممكن ما اجاوبش دلوقتي. ما تجاوبش دلوقتي، لو اتصلت بيك بكره ابقى اجاوب بقى. ان شاء الله. كل التوفيق يا محمد، شكرا جزيلا. شكرا. بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق ان شاء الله الرحمن. طيب يبقى محمد حمدي زكي مساله ايام بس عشان يبقى موجود في التدريبه الاولى ليه مع النادي الاهلي. كل التوفيق باذن الله ليه، وان شاء الله الرحمن يبقى عنصر فعال وعنصر ايجابي في تيم النادي الاهلي السنه الجايه. صفقات النادي الاهلي صفقات مميزه جدا جدا على اعلى مستوى الامانه يعني ايفونا، جون انطوي، محمد حمدي زكي في كلام نهائي خلاص، او برضه رتوش اخيره مع صالح جمعه. فاذا يعني الصفقات تقيله قوي. رجب نبيل لاعب وادي دجله، تجديد لشريف عبد الفضيل، يعني تجديد ممكن يبقى بكره او بعد بكره مع محمد ناجي جده مره ثانيه لان هو خد عقوده، وزي ما قلنا هنا في كلام في الكوره هو فعلا استلم عقوده، فبكره او بعد بكره ممكن يمضي ثاني مع النادي الاهلي. لكن برضه ارجع واقول ان احمد فتحي في منتهى الاهميه للنادي الاهلي. احمد فتحي موجود حاليا في صلال وبيلعبوا مع بعض، يعني لعبه ايه؟ اللي يزهق الاول، اللي هيمل الاول. احمد فتحي واداره صلال هناك، لان هم المدير الفني مش عايز محترفين خالص، وهو بيتمرن، ممكن يبقى بيتمرن بشكل يومي، واحمد من الناس اللي هي بتحب التمرين قوي يعني، فعنده شرط جزائي هم متمسكين بالشرط ده، يعني ممكن يقل شويه 200 300 400 والشرط 500 الف دولار، لكن في النهايه يبقى الوضع كما هو عليه لحد دلوقتي. احمد فتحي في صلال مساله وقت بس، ومين ممكن يزهق. طيب ناخد اخبار بقى سريعه كده عشان الوقت جري. عمرو انور كمان المدير الفني للانتاج الحربي في حركه التنقلات اللي قلتها لحضراتكم. محمد يوسف ممكن يبقى خلال ساعه او ساعتين يتم الاعلان على طول ان هو مسك المسؤوليه الفنيه او القياده الفنيه لنادي سموحه. قاعد لحد دلوقتي مع المهندس محمد فرج عامر، رجع من امريكا النهارده. عمرو انور شخصيه هايله جدا، قياده فنيه على اعلى مستوى، مسك الاتحاد السعودي، اتحاد جده فتره من الفترات، هو كان ماسك فرقه الشباب، وكل ما بيستعينوا بيه كل ما بيمشوا مدرب، هم كل اسبوع ولا 2 ولا 3 بيمشوا المدرب على طول، ما فيش صبر خالص اكتر من عندنا يعني، فهو كان بيطلع على طول يمسك الفرقه وبيحقق نتائج كويسه جدا. لكن هناك في السعوديه دايما بيروحوا للاسم الاوروبي، الحاجه الجامده قوي في الخليج بشكل عام يعني. ومعاه طبعا كابتن عادل مصطفى، وفي كلام على كابتن احمد رضوان، يعني مش متاكد قوي، بس هم ده التشكيله اللي ماسكه الانتاج الحربي. طيب سريعا بقى شويه اخبار كده. فتحي مبروك، الدوري شبه محسوم للزمالك، وهدفي الفوز باللقاء القمه وتقديم عرض قوي. ويعني المدير الفني للنادي الاهلي كابتن فتحي مبروك ما خسرش ابدا اي مباراه افريقيه زي ما قلت لحضراتكم، وحتى المباراه اللي خسرها كسبها، يعني خسرها في توقيتها الفعلي اللي هو مباراه الافريقي التونسي، لكن كسبها بضربات الجزاء وطلع لدور الثمانيه. فكابتن فتحي مبروك يمكن هو كمان ما حسبش دي بينه وبين نفسه، هو المدرب اللي ما خسرش ابدا اي مباراه خارجيه خالص مع النادي الاهلي من السنه اللي فاتت قدام سيوا سبورت وقدام النجم الساحلي، والسنه دي مع الاهلي في الافريقي التونسي مع الترجي التونسي مع الملعب المالي. بيقول شبه الدوري شبه محسوم بالنسبه للزمالك، فرق النقاط وعدد المباريات اللي باقيه لنادي الزمالك تسمح له طبعا ان هو يحقق 4 نقاط، يعني بل كمان ممكن تبقى اقل من 4 نقاط، هو لو تعادل مع النصر وتعادل مع الاهلي، او كسب النصر وتعادل مع الاهلي، او اتغلب من النصر وكسب الاهلي، فبالتالي يعني كل الفرص متاحه لنادي الزمالك من كل الاتجاهات، او حتى خسر المباراتين، مباراه النصر ومباراه الاهلي، يبقى له بعد كده مباراتين مع طلائع الجيش ووادي دجله، فالزمالك فرصه كبيره جدا جدا جدا، يعني انت بتتكلم في نسبه يعني مئويه عاليه جدا للفوز بالدوري. فالراجل واقعي، لكن عنده اهداف شخصيه، عنده اهداف ان هو يفوز على الزمالك. كابتن فتحي مبروك فاز السنه اللي فاتت على الزمالك في الدوره الرباعيه، والسنه دي عايز ياكد الفوز دوت. هدفه كمان الفني، يعني برضه مش عايز اقول سيبكم الكلام اللي بيقولوا اللي بيتقال هنا، وفييرا اللي هو المدير الفني السابق لنادي الزمالك والبرتغالي، هو بيتقال ان هو برضه بيكلموه كابتن علي عبد الصادق نفى الكلام دوت، لكن مفيش كلام ان لو فتحي مبروك قدم مباراه كويسه جدا قدام الزمالك وحقق نتيجه
الفوز اعتقد ان نسبه بقائه في النادي الاهلي تعدي ال 90%. لو حقق الفوز اعتقد ان نسبه بقائه في الموسم اللي جاي او تجديده مع النادي الاهلي تعدي ال 90%. كابتن علاء عبد الصادق، طبعا ده وصول بعثه النادي الاهلي النهارده، ومعانا كمان بعثه الزمالك اللي وصلت من جنوب افريقيا. بعثه النادي الاهلي لما وصلت النهارده بالليل على طول كل حاجه في كلام في الكوره بتشوفوها، سعد سمير والناس والمعجبين. كابتن علاء عبد الصادق بيقول الاهلي لا يفاوض فييرا اللي هو المدير الفني السابق زي ما قلت لحضراتكم، ومبروك مستمر الموسم القادم مع النادي الاهلي. قال ما عندناش مبرر للتقليل من فتحي مبروك لان هو ماشي بشكل كويس جدا وشكل ايجابي جدا، ما فيش كلام. يعني الراجل اجمالي عدد المباريات اللي خاضها مثلا ممكن تبقى نسبه النجاح تعدي 80% من المباريات من حيث الفوز. كمان خسر مباراه واحده بس في المستوى الفني او على المباريات المحليه، مباراه حرس الحدود، وخسر مباراه وكسبها في نفس الوقت في افريقيا اللي هو مباراه الافريقي التونسي، فنسبه النجاح تعدي بكتير ال 80%. الاهلي ردا على موضوع ايفونا، لا الرخيص عاجب ولا الغالي عاجب، هنعمل ايه؟ لا الرخيص اللي جبناه السنه اللي فاتت ده من وجهه نظرهم هو ما كانش رخيص برضه، ولا الغالي عاجب اللي هو ايفونا يعني اللي هو برقم كبير عاجب الناس. يعني بصوا دايما في الاهلي والزمالك الفلوس بتتنسي بسرعه الا لو حصل اخفاق. انا بقول كده، انا بقول ان ايفونا بمجرد ما هيلعب وهيجيب جون واثنين وثلاثه ولا حاجه محدش ابدا هيتكلم في الفلوس، بيقول لك لا ده الغالي ثمنه فيه وده زي الفل وكان لازم وصفقه لابد منها، والاهلي نجح جدا بشكل كبير جدا في الفوز بايفونا. فخلي بالكم بس، انا ضد فكره ان انت لما حد ينجح في صفقه التاني يقلل منها، يعني ضد الفكره دي تماما. يعني سيب المستوى هو اللي يقول، سيب المستوى هو اللي يرد، سيب النتائج هي اللي ترد. فبالتالي الزمالك تعاقد مثلا مع عبد الله السيسي بياخد 600، بياخد 700، بياخد 800، بياخد 900، مش مشكله، لعب ما لعبش، في النهايه الزمالك حقق الهدف الاكبر اللي هو الفوز بالدوري الممتاز. وبالتالي ايفونا كسب تعاطف شديد جدا مع الناس، حقق ارضيه كبيره جدا ودي هتسهله. خلينا ننتظر مستواه الفني، لكن ما حدش يتعامل مع ايفونا ان هو شحاته ابو كف اللي هو اول ما هيلعب مباراه هيجيب 6 اهداف و7 اهداف و8 اهداف و9 اهداف. الكلام ده مش موجود في الكوره ابدا، فلازم تصبروا عليه شويه، تدوا له مباراه 2 3 4. وليكم برضو المره الثانيه في فيلافيو عبره، فيلافيو قعد فتره طويله جدا مش بمستواه الفني لكن قدراته موجوده، بعد كده بقى فيلافيو اللي اتباع ب 3 مليون يورو. طيب مرة تانية، طيب معانا على التليفون كابتن أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي. كابتن أحمد الحمد لله على السلامة، وأقول مبروك على نتيجة إيجابية مباراة الملعب المالي. ازيك يا كابتن سيد الاول؟ ازيك انت؟ وحشني كتير، وكل سنه وانت طيب وكل المسلمين يا رب بالطيبين بمناسبه يعني طبعا العيد على الابواب وان شاء الله. كل سنه وانت طيب. قبل ما اخد رايك في ايفونا لازم اكلمك على مباراه الملعب المالي، النتيجه ايجابيه جدا يا كابتن احمد. والله الحمد لله كابتن سيد، يعني نتيجه الظروف اللي احنا عشناها، يعني طبعا سفريه طويله جدا ومرهقه، اجواء صعبه جدا. خلي بالك ان اللعيبه بقى لهم فتره طويله بيلعبوا مباراه بالليل في اجواء يعني مريحه عن كده بكتير، فكان صعب جدا يأدوا يعني المباراه في الجو ده، ولكن الحمد لله يعني الناس أدت اللي عليها. يمكن انا بقول نتيجه ايجابيه، ولكن احنا فرطنا في الثلاث نقط يعني الشوط خاصه الشوط الاولاني تحديدا الشوط الاول مظبوط. خاصه الشوط الاولاني يعني كان عندنا استحواذ بشكل كويس، وصلنا للمرمى، ضيعنا اهداف، يعني يمكن لو كان في توفيق كان ممكن الشوط الاولاني يبقى جايبين جولين ولا حاجه. طبعا الشوط الثاني نتيجه بقى ممكن يكون الاداء تراجع شويه نتيجه الجو، التعب، اللعيبه مش واخدين على الجو ده، طبعا اكيد تعبوا شويه. ثاني حاجه برضو تلاعب فرقه كبيره وتلعب على ارضها، صعب جدا يبقى انت مسيطر طول ال 90 دقيقه، اكيد لازم هيبقى ليهم استحواذ شويه وكده. ولكن انا بقول الحمد لله هي نقطه يعني ايجابيه بتعطل برضو الفرقه الثانيه وتديك انت نقطه دافعه للامام. عندنا مباراتين مهمين جدا، المرحله الاثنين الجايين مع النجم هيحددوا بصوره كبيره يعني بطل ان شاء الله المجموعه، وان شاء الله يكون النادي الاهلي، هنساعد لهم بشكل كويس ان شاء الله. طيب لقينا الاهلي من فتره طويله جدا جدا ما بيلعبش بليبرو، ما بيلعبش بثلاثه تحديدا، يعني سردباكين وواحد في النص او قدامهم او من وراهم يا كابتن احمد، السبب ايه؟ السبب الفني؟ خليني اقول لك، احنا اول حاجه احنا ما كناش بنلعب بليبرو يعني برضه عشان دي نقطه تبقى الناس فاهمه، مش شرط، مش عشان انت بتلعب بثلاث مدافعين يبقى لازم يبقى فيهم ليبرو، احنا كنا بثلاث مدافعين بعرض الملعب اللي هم سعد
وشريف ونجيب، وانا بقول ان الحمد لله المباراه دي الثلاثه كانوا نجوم، والثلاثه فرقوا معانا في اداء الفرقه، لان احنا من خلال رؤيتنا لفريق الملعب المالي، الملعب المالي فرقه جيده ولكن ينقصهم الخبرات، كلهم لعيبه يعني لعيبه كويسين ولاعيبه صغيرين، ولكن انا بقول لك احنا كنا ممكن نكسب لعدم خبره يعني احنا كنا كويسين وكنا لازم نستغل عدم خبره لعيبه الملعب المالي. خلي بالك عندهم 5 بيلعبوا المنتخب الشبابي، كان بيلعب في كاس العالم لسه من فتره قريبه يعني. ف انا بقول لك يعني احنا فرطنا في الثلاث نقط، طيب. لكن الحمد لله نقطه ايجابيه. فانا بقول لك حته الثلاثه بقى كابتن سيد، هم بيلعبوا في رودين صراح، وعندهم هافين رقم 19 و7 سرعه ومثبتين سرعه، وعندهم الفرودين رقم 10 ورقم 20 لعيبه كويسه جدا، وعندهم مساحات فاضيه جدا في نص الملعب في النواحي الدفاعيه، هم الاربعه دول ما بيرتدوش. عشان كده احنا فكرنا ان يبقى عندنا 3 بعرض الملعب الخط الخلفي يوقفوا الاثنين دول، وتدي كمان حريه للباكين اللي هو باسم وصبري انهم يتحركوا لقدام ويعملوا هجمات. وانا اعتقد ان الطريقه دي يعني كانت ايجابيه معانا في المباراه، لو كان في توفيق شويه كان ممكن نكسب المباراه. باسم عمل شغل كويس ناحيه اليمين، صبري عمل شغل كويس ناحيه الشمال، لان احنا كنا مثبتين الثلاث مدافعين اللي ورا. هي ما كانتش ليبرو يا كابتن سيد، ولكن كانت رؤيه فنيه يعني بالنسبه للجهاز طيب يعني انا اميل لكلامك طبعا، بدليل ان صبري رحيل شفناه اساسا يعني مضيع فرصه في الشوط الاول والتكمله موجوده، لان ظهره وباسم كمان عمل ماتش كويس. خلي بال حضرتك، احنا هقول لك حاجه برضه فنيه. احنا المباراه اللي فاتت لو تلاحظ احنا كنا دايما بنلعب بونجين، مثلا مؤمن رمضان وليد تريزيجيه وليد مؤمن، دايما اللعيبه دي بتلعب من على الطرف. المباراه دي تحديدا لو شفتها تاني يا كابتن سيد هتلاقي اللي بيلعب من على الطرف الباكين كان مؤمن ورمضان بيلعب من جوه، كانوا عاملين زياده في نص الملعب يعني ضامنين لجوه شويه ومدين حريه لباسم وصبري، وده دي كانت رؤيه كابتن فتحي والجهاز، والحمد لله انا يعني احنا شايفينها الحمد لله نجحت. يعني المباراه اللي فاتت كنا بنلعب بونجين من قدام، المره دي ادينا حريه للباكين والحمد لله. يعني لا انا عارف يعني كويس قوي كانت يعني انا عارف كويس يعني انت مناسبه بالنسبه لنا وكان ممكن نكسب المباراه الحمد لله طبعا، وعارف كويس قوي انت بتحضر لاي مباراه ازاي، عارف ده كويس حافظه. لكن طيب تعالى بقى نتكلم، يمكن انا برضو قلت كده امبارح، ما اعرفش بقى تاكدها لي ولا لا، ولا ممكن يبقى ليا وجهه نظر ثانيه. السبب كمان ممكن من الاسباب او تضيف على الاسباب اللي حضرتك ذكرتها هو غياب حسام عاشور وغياب محمد رزق وغياب محمد هاني كقوه دفاعيه في نص الملعب، فممكن ما يبقاش الضغط كبير قوي في نص الملعب، فبالتالي بتبقى مساحات، فلازم يتلعب واحد زياده ورا شويه عشان يقلل القدرات من حيث السرعه. لو في اتضرب سعد، اتضرب شريف حازم، يبقى موجود نجيب، اتضرب اكيد يا كابتن سيد مظبوط. يعني يمكن احنا الخط الدفاعي الاول هو نص ملعب بالنسبه لك بعد المهاجمين، لما يبقى عندك حسام وعندك غالي طبعا الناس دي عندها قدرات دفاعيه كويسه، بتعمل بلوك كويس قصاد المدافعين. طبعا الرزق ما كانش موجود، حسام عاشور ما كانش موجود، بنستعين بعبد الله السعيد في بعض الاوقات في مباريات كتيره لما عايزين نعمل كثافه هجوميه في الحته دي، ولكن بجنب حسام غالي او جنب عاشور، ولكن اكيد الجانب الدفاعي عنده مش زي عاشور او رزق طبعا تمام. فبرضه حته بس ده مش كان الهدف الاولاني يا كابتن، ده كان الهدف يعني الثاني، انك برضه اي زيادات عليك من نص الملعب يبقى في كثافه دفاعيه كويسه عندك، ولكن كان الهدف الاولاني ان انت الزيادات الهجوميه اللي عندهم يعني يبقى العدد الدفاعي اللي عندك مناسب ليهم وتدي حريه للناس بتوع نص الملعب. طيب عندك كلام كنت بتقوله لعمرو جمال اثناء اللقاء، طبعا ما سمعناش، انت عارف التلفزيون كان بعيد قوي، انتوا في مالي واحنا في القاهره هنا، كنت بتقول لي لعمرو جمال تعليمات فنيه بحته ولا كان في حاجات مثلا خاصه بالاجواء؟ لا يعني هو دايما طبعا حضرتك عارف ان الواحد سواء كان فتحي او انا او اي حد من الجهاز لما بيطلع خط بيبقى فيه نقط مثلا معينه ممكن تقولها للعيب في توقيت معينه. كلمت عمرو، كلمت عبد الله، كلمت شريف. انا بس كنت يعني عاوز عمرو في المباراه، كان لما مؤمن يروح لما رمضان يروح كنت شايف عمرو شويه بعيد عن الهجمه، كنت اقول له عمرو دايما اول ما مؤمن يمسك الكوره، اول ما رمضان يمسك الكوره لازم تقرب شويه تبقى سبورت ليهم. كنا محتاجين عمرو يستنى على الكوره شويه عشان يطلع زمايله، كنا دي مفتقدينها في المباراه اللي فاتت يعني. طيب ايفونا، يعني انتوا شفتوه بشكل كويس قوي كجهاز فني متكامل، ورايك في صفقه ايفونا او في انتقال ايفونا للنادي الاهلي كمدرب عام؟ بص احنا شفناه كويس يا كابتن سعيد، هو لعيب كويس وخامه كويسه وصغير في السن، ولكن انا شايف الموضوع واخد يعني كبير، يعني مزبوط. موضوع كبير قوي قوي قوي. هو لعيب كويس وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي، ومستنيين منه كتير. النادي الاهلي كمنظومه كبيره مستني منه كتير. وزي ما انا سمعتك بتقول هو مش حتى مكافئ، يعني اي ناس يعني نتيجه الهل اللي اتعمل عليه كل ما يلعب ماتش يجيب 7-8 اجوان طبعا.
لا ما فيش كده في الكوره يا كابتن سيد. هو لعيب كويس، ولكن نحط تحتها كذا خط. في لعيبه كويسه كتير بتيجي ما بتقدرش تتاقلم مع النادي الاهلي، وفي البدايه بالذات وفي البدايه. فاحنا يعني مش عاوزين ننفخ البالونه. هو لعيب كويس ومستنيين منه كتير، وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي ويحقق بطولات كتير مع النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن. كابتن احمد ايوب، يعني مباراه القمه يوم 21، يعني انتوا عندكم اجازه النهارده وبكره تقريبا؟ ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله. التحضير للمباراه يبدا من امتى يا كابتن؟ اكيد اول ما نرجع يا كابتن سيد. هترجعوا امتى؟ الخميس؟ يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن. في تحضير المباراه بشكل كويس، يعني ديربي كبير وبطوله كبيره بين الاهلي والزمالك، ومباراه الناس كلها بتستناها. ولكن خلي بالك يعني احنا يعني اكيد هم شايفيننا كويس، واحنا برضه شايفينهم كويس. هنستعد للمباراه بشكل كويس ان شاء الله. يبقى في ربنا يوفقنا ونقدر يعني ان يبقى في تشكيل مناسب، في اعداد فني وتكتيكي المباراه يعني مناسب، وربنا يوفق ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله الرحمن. التحضير لمباراه القمه هي بطوله في لوحدها. كل التوفيق للفرقتين. كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك والحمد لله على السلامه، ويعني نتيجه ايجابيه طبعا مباراه الملعب المالي. طيب نخش بقى على اخبار الزمالك. محاولات مكثفه للحاق عمر جابر بمباراه القمه، يعني طبعا اضافه قويه جدا لنادي الزمالك لو لحق مباراه القمه. كنا نتعور في مباراه مصر المقاصه لو تفتكروا. عمر مش مساله بس ان هو امكانيات فنيه وخلاص، ده كابتن اسماعيل يوسف عن وصول نادي الزمالك في مطار القاهره بعد تحقيق نتيجه رائعه جدا جدا ما حققهاش اي فريق لا عربي ولا افريقي على اورلاندو في جنوب افريقيا، ان هو يفوز. الفريق اورلاندو ده ما خسرش ابدا على ملعبه، حقق نادي الزمالك الفوز على اورلاندو. فعمر جابر من الشخصيات اللي هي يعني اولا قياديه، رغم ان هو صغير في السن، لكن ما بينفعلش، ما بيتعصبش، ما بتلاقيش يعني ردود افعاله متوتره ولا متنرفزه ولا مشدوده. فبالتالي عامل نوع من الاطمئنان للعيبه حواليه، بيساعد فنيا بقى مع حازم امام هجوميا ودفاعيا. ما تقدرش تقول مين اللي قدام الثاني، يعني وده بيأدي دور بشكل هجومي كويس قوي، وده بيأدي الدور الهجومي بشكل كويس قوي. وان كان عمر جابر عنده الناحيه الدفاعيه اقوى، وعمر كمان ممكن تستغل في نص الملعب لو عايز تقفل بقى وتعمل ستاره في نص الملعب بشكل قوي قوي. ممكن يلعب عمر جابر ويلعب احمد توفيق ويلعب ابراهيم صلاح، وممكن يلعب عمر جابر وطارق حامد وابراهيم صلاح. لكن نظرا للتفوق الفني اللي موجود دلوقتي عند احمد توفيق وابراهيم صلاح، فهم اللي بيلعبوا على حساب طارق حامد. فاذا عمر جابر اهميته كبيره جدا 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 في التواجد في مباراه القمه. الجهاز الفني او الجهاز الطبي لنادي الزمالك بقياده الدكتور ايمن فريد بيحاول ان هو يجهز عمر جابر لمباراة القمة. الرغبة ممكن تحسم انتقال الشيخ للأهلي أو الزمالك. يعني أحمد الشيخ اللي هو لاعب مصر المقاصة، كان الزمالك تقدم بعرض رسمي لانتقال ثلاثي المقاصة بقى، وائل فراج وباسم عبد العزيز وأحمد الشيخ، لتواجدهم في نادي الزمالك أو في صفوف نادي الزمالك السنة اللي جاية. وبالتالي في كلام كبير جدا إن أحمد الشيخ ممكن يروح الزمالك، وفي كلام إن الأهلي يعني بدأ يتكلم مع أحمد الشيخ. فالصفقة يعني هتحسم هنا أو هنا على حسب رغبة اللاعب ده. وصول نادي الزمالك برضه زي ما قلت لحضراتكم مرة تانية وثالثة ورابعة، والأجواء كويسة جدا بالنسبة لهم، الأهداف كويسة جدا بالنسبة لهم بتتحقق، الناس عندها ثقة، جماهير نادي الزمالك في لعيبة نادي الزمالك داخليا وخارجيا. ودي حاجة كويسة جدا في الفرق الكبير، إن يبقى عندك ثقة في فرقتك إنها ممكن تكسب داخل مصر وبره مصر كمان. واللي عمله نادي الزمالك في الثلاث مباريات الخارجية يخلي الجماهير عندها ثقة شديدة جدا في لاعبته. لكن نرجع تاني لأحمد الشيخ. أحمد الشيخ واحد من اللعيبه المهمه قوي، صغير في السن، يعني بعد شويه يبقى فيه نضوج عنده جيد جدا فني. وده المايسترو بتاع نادي الزمالك الجديد اللي هو فيريرا، عامل شغل ممتاز جدا جدا جدا. يعني من هنا للسنه الجايه الراجل ده يعني تقله ذهب، اللي هو فيريرا على المستوى الفني. مصلحه الضرائب بترفع الحظر عن نادي الزمالك وبتختاره كمان ان خلاص الحظر اللي موجود على البنوك بقى تمام التمام ومفيش مشكله، والناس ممكن تقبض فلوسها. وكل سنه وانتم طيبين، طبعا ده عيد والناس كلها محتاجه الفلوس. طيب شيكابالا بيقول لم اتراجع عن السفر الى البرتغال، ما تراجعتش ابدا ان انا هسافر للبرتغال عشان انهي ازمتي مع لشبونه والعوده لنادي الزمالك. مشكله شيكابالا اللي هي طبعا موجوده مع فرقه لشبونه، اضافه فنيه لنادي الزمالك جيده جدا جدا جدا. لو نجح نادي الزمالك في انهاء الازمه اللي ما بين شيكابالا والزمالك. في ناس بتقول ان شيكابالا بتاع مشاكل، وشيكابالا طول عمره مشاكل وما حققش بطوله، وحتى ناس من الناس اللي هي يعني فنيين عالي قوي
يعني قد يكون شيكابالا في بعض الاوقات الاجواء اللي حواليه ما ساعدتوش قوي، وانا ضد اي حد ضد فكره ان انت تحمل لعيب بعينه هزيمه فريق. دي كارثه. يعني لعيب بعينه حتى لو ميسي، حتى لو رونالدو، يعني ما تقولوش ابدا انت اللي خسرتنا النهارده ابدا. انت بتلعب لعبه جماعيه، ممكن يروح بقى يلعب تنس، يلعب لعبه فرديه، لكن اللي بيلعب لعبه جماعيه ما تقوليش ان شيكابالا هو اللي يشيل الفرقه على كتافه ويجري بيها، ما تقوليش ان محمد ابراهيم هو اللي يشيل الفرقه ويجري بيها. ايمن حفني قبل ما يروح الزمالك كان في مصر المقص، يعني خامه كويسه و100 100، لكن الترتيب ايه؟ ابو تريكه قبل ما يروح الاهلي كان في الترسانه، الترتيب ايه؟ فاذا الفرق الكبيره ما ينفعش ابدا لاعب يشيلها، لكن لاعب يخلص مباراه، يخلص اتنين، يبقى هو العنصر الفعال في مرحله، يبقى هو النجم في مرحله، لكن يشيل البطوله من ساسها الراسه، وخصوصا لما يكون بطوله دوري، لا ده انت بتهزر. يعني ممكن تبقى كاس، ممكن يبقى كاس 4 5 ماتشات وواحد عامل طفره مش طبيعيه فنيه، يعني كل الماتشات 100 100 100 100، لان دي في عدد معين من الايام، 3 4 مباريات 5 مباريات في 10 ايام في 12 يوم، فحالته في الفتره ديت كويسه قوي. لكن دوري بيتلعب من شهر 9 ويخلص في شهر 6، 9 شهور، ده الحامل يا راجل بتوع 9 شهور، ده هيشيل الفرقه من ساسه لراسه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. يعني هو اللي بيشيل الفرقه، هو اللي بيكسب الفرقه، هو اللي بيعمل الريتم في الفرقه، هو اللي بيعمل لمسات جماليه في الفرقه، وهو نجم الفريق. صعب جدا، صعب جدا. فكونك ان انت في الفتره اللي فاتت او السنين اللي فاتت عند نادي الزمالك تحديدا ان هو بيعمل ضغط شديد قوي على شيكابالا النهارده وحش، يعني اتعادل الزمالك مع بتروجيت، ده شيكابالا كان وحش جدا. اتعادل النهارده الزمالك مع الانتاج الحربي، ده شيكابالا كان وحش جدا. الزمالك كسب الاسماعيلي عشان شيكابالا كويس قوي، ده ما ينفعش، صعب في الفرق الكبير. فدلوقتي الامر مختلف عند الزمالك، الامر مختلف. فرقه الزمالك هي النجم، يعني فرقه الزمالك هي النجم، مش يعني ايمن حفني ساعات ما بيلعبش، عمر جابر كتير ما بيلعبش، حازم امام كتير ما بيلعبش، باسم مرسي نفسه ساعات كتير جدا ما بيلعبش، يعني احمد عيد ساعات ما بيلعبش، مصطفى فتحي الفتى الذهبي للزمالك في الوقت الحالي برضه ما بيلعبش، والفرقه بتكسب وكويسه جدا. فاجواء اللي هيجي فيها شيكابالا لو رجع مختلفه تماما عن الاجواء السابقه. طيب احمد الشيخ بيقولوا لي فاضل فريق الاعداد ان هم كلموه، فهو الراجل بيقول لك انا ما عنديش مشكله العب هنا او العب هنا، العب في الاهلي او العب في الزمالك، اللي هيبقى اكثر جديه هلعب عنده، لكن انا يعني ممنوع من قرار من مصر المقاصه. شيء كويس. الزمالك بيطلب رسميا ثلاثي المقاصه زي ما قلتهم، احمد الشيخ ووائل فراج وباسم عبد العزيز. مع احمد حسام ميدو قريب جدا من الاسماعيلي، قلتها في البدايه. طيب الاسماعيلي بيقول سعر السوليه في الامارات، نادي اماراتي عايزه $800,000، بس احنا لو نجحنا ان نخليها من مليون تبقى $1.5 مليون هنوافق. يعني مش مهم الاسماعيلي في الوقت الحالي يوافق، لان المشكله عند اللاعب لو هو اللي عايز يطلع في اي مكان يبقى ده يبقى الموضوع عند الاداره. الجزيره الاماراتي بيقولوا لي في الاعداد ان الجزيره الاماراتي هو اللي طلب التعاقد مع عمرو السوليه ب $800,000، والاسماعيلي عايز يوصلهم ل1,500,000 $، لكن في النهايه رغبه اللاعب بقى يروح الامارات، يروح الاهلي، يروح الزمالك، اعتقد هي اللي هتحسم الامر في النهايه. الاسماعيلي بينهي اتفاقه مع الرجاء على ضم اسلام فؤاد، لاعب كويس كان اتعرض لرباط صليبي السنه اللي فاتت مع الاهلي، لكن من اشد المعجبين بيه باصراره على فكره انا على المستوى الشخصي، لان هو خد فتره طويله قوي، لكن لما رجع ما حسيتش ابدا ان هو كان غايب، لان عنده اصرار كويس قوي، رجع بشكل كويس. ربنا كافئه على فكره في مباراه سموحه لو تفتكروا اللي كسبها الرجاء على سموحه، او فاز على سموحه في اسكندريه، وبدا رجليه تبقى موجوده في الملعب ويحرز اهداف، وواحد من هدافين الفرقه رغم بغيابه البعيد جدا. فالاسماعيلي بينهي اتفاقه مع الرجاء على ضم اسلام فؤاد، خامه كويسه واضافه كويسه للنادي الاسماعيلي. ابراهيم حسن بيطلب الرحيل من الاسماعيلي، اللي هو اللاعب طبعا لاعب نادي الاهلي السابق ولاعب نادي الاسماعيلي الحالي، وقال ان هو يعني حاول ان هو يعدل عقده وبياخد 300,000 جنيه، وده عدد يعني من وجهه نظره رقم صغير بالمقارنه بالناس ككل. ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي بالتاكيد طبعا. يعني الاسماعيلي بيعيد سعفان الصغير مدرب لحراس المرمى. سعفان الصغير اسم كبير في عالم الكوره عامه والدراويش تحديدا، يعني فاضافه بالتاكيد في الموسم اللي جاي. احمد مجاهد بيعتذر رسميا عن رئاسه لجنه شؤون اللاعبين، يعني الاسباب بيقول ان في تربص بيه في مجلس اداره نادي او مجلس اداره اتحاد الكوره، وان مجلس اداره الاتحاد الكوره ميال شويه للشركه الراعيه، وان هو دايما بيبقى عايز حق اتحاد الكوره. والخناقه الاخيره مع الاستاذ حسن فريد او كابتن حسن فريد كانت بسبب كده. كابتن حسن فريد عايز يظبط الدنيا بشكل كويس مع الشركه الراعيه، عايز يظبط الدنيا، ما اقصدش ما حدش يفهم اللفظ غلط، يعني عايز الامور تبقى كويسه، ان دول لهم ارقام ماليه معينه مثلا وهو عايز يوصل معاهم باتفاق، وده ممكن يبقى مقبول جدا. يعني احمد مجاهد لا، عايز الرقم يقل خالص،
خالص، لان في نقط عرضها الشركه الراعيه مش موافق عليها احمد مجاهد وشايف انها مش منطقيه. حصل خلاف كبير جدا جدا تطاول او امتد او تطور بشكل يعني صعب قوي، ما ينفعش ابدا او ما يليقش ابدا بعدون مجلس اداره سواء في نادي او في اتحاد الكوره. على العموم احمد مجاهد خد قراره ان هو هيعتذر عن لجنه او رئاسه لجنه شؤون اللاعبين، وفي المقابل الجبلاوي واتحاد الكوره بيرفض الاستعانه بكابتن مجدي عبد الغني والشامي الاقرب. طيب يعني انا اللي عشته واللي فهمته ان هو يا كابتن مجدي عبد الغني يا المهندس احمد مجاهد او الاستاذ احمد مجاهد، هم دول اللي حتى لو انت بتتكلم معاهم في اللوائح للامانه يعني ممكن تختلف مع ارائهم، ممكن تختلف مع تصرفات بعض التصرفات شويه، ودي كل واحد طبعا حر في قراره او حر في وجهه نظره، لكن هم الاثنين اللي عندهم درايه باللوائح بشكل كويس. ده رايي الشخصي. على التليفون كابتن ابراهيم حسن لاعب نادي الاسماعيلي. يا كابتن ابراهيم كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كابتن سيد، اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كله كويس؟ تمام الحمد لله، كل سنه وانت طيب. 100 100. طيب في مشكله في حاجه في عقدك انت بتحاول او حد وعدك بتعديل عقدك وده ما حصلش؟ والله يا كابتن سيد انا الحمد لله دلوقتي بقى لي 3 سنين في النادي الاسماعيلي، بأدي بشكل كويس جدا وانت حضرتك شايف وعارف وكده، وانا ما طلبتش ان انا اعدل عقد وكده، والنادي الاسماعيلي وعدوني مجلس الاداره وعدني ان هم يعدلوا لي عقد وكده، وانا شايف ان عقد قليل جدا وجاي لي انديه كتير قوي ومبالغ كويسه جدا ضعف الاسماعيلي 3-4 مرات، فانا حابب ان انا اكون موجود في النادي، بس النظريه ان انا اتعدل لي عقد. انا بقى لي 3 سنين دلوقتي في النادي الاسماعيلي وباقي لي 2 سنين، فانا حابب ان انا اجدد وان انا افضل موجود في النادي الاسماعيلي. انا حابب جدا ان انا اكون موجود، بس انا طالب ان انا اتعدل لي عادي مش اكتر. مين اللي وعدك يا ابراهيم؟ مين اللي وعدك؟ مثلا الحاج محمد وعدني وقال لي بعد العيد ان شاء الله وكده، فانا مستني وكده. بعد العيد اللي جاي ده؟ ان شاء الله. طيب خلاص العيد قريب يعني مفيش مشكله. طيب قريب ان شاء الله. انت بتاخد فيها ثالثه مثلا؟ انا سمعت ان انت عندك 250 او 300 الف جنيه، مظبوط؟ والله في الحدود دي كده يا كابتن سيد. كام سنه يا ابراهيم؟ انا دلوقتي بقى لي 2 سنين، انا كنت ماضي 5 سنين فبقى لي 2 دلوقتي. طيب وسموحه فعلا ووادي دجله هم اللي عارضين عليك الانتقال ليهم؟ والله هو في عروض كتير وكده، بس انا ما اعرفش الاسماء وكده يا كابتن سيد، بس انا بقول لحضرتك ان انا حابب ان انا اكون في نادي، افضل موجود في نادي الاسماعيلي، نادي كبير طبعا، وانا حابب ان انا اجدد وافضل موجود في النادي، مش حابب ان انا امشي وكده زي ما المواقع كاتبه والكلام ده، لا انا حابب ان انا اكون موجود بس يتعدل لي عقد مش اكتر يعني. طيب هل في حاجه خارجيه، في حاجه مثلا نادي سعودي، نادي اماراتي، نادي خليجي، ولا كلها محليه؟ والله في بره يا كابتن سيد، بس انا لسه في الجيش، يعني شهر 1 الجاي ان شاء الله اخلص جيش والعروض هتيجي ان شاء الله، ولو نادي الاسماعيلي حابب ان انا اسافر بره ما عنديش مشكله يعني. نادي في شهر 1 الجاي هتخلص الجيش؟ ان شاء الله. اوكي عشان السفر يعني كده، مظبوط؟ ان شاء الله. طيب يعني هنستنى بقى وقفه العيد بعد بكره يعني، او يوم الخميس، والعيد يوم الجمعه، ونكلمك بقى يعني خامس يوم العيد ولا حاجه، نشوف الحاج محمد دفع لك فلوس ولا التزم معاك ولا بكلمته طبعا، وفي الاخر انت عقد يعني. ان شاء الله يا كابتن سيد باذن الله، يعني انا متفائل. الحاج محمد كلمني وان شاء الله يعني بعد العيد اعدل عادي والامور تبقى تمام جدا، ونادي الاسماعيلي انا بقول لجمهور نادي الاسماعيلي ما يقلقش على النادي، هي فتره وكانت ازمه وعدت وكده، وان شاء الله السنه الجايه اكون احسن واحسن ان شاء الله الفتره الجايه. والله الله يكون في عون جمهور نادي الاسماعيلي. طيب لو نفترض الاسوأ، يعني مش عايز اقول في الايام الحلوه دي، لكن لو ما تمش تعديل عقد ابراهيم حسن اتجاهه يبقى ازاي؟ وخصوصا انت ماضي عقد، انت مش ماضي على ورق عادي يعني، انت ماضي على عقد كده قاعد انا يعني. ماضي عقد يا كابتن سيد والله، بس هو انا زي ما قلت لحضرتك ان انا حابب ان انا اكون موجود في النادي، بس اداره النادي لو قدرني ان هو يعني يعدل لي عقد وكده ما عنديش مشكله، بس انا جاي له عروض وكده، فالنادي لو وافق ما عنديش مشكله، بس انا بتكلم كابتن سيد ان انا لسه بقالي 2 سنين. يعني انا حابب ان انا اجدد وافضل في النادي، بس عدلوا لي عقد وكده، فهم الناس كلموني مش انا اللي كلمتهم، فهم كلموني ان انا اعدل لهم عقد. يعني هم اللي قالوا لك الاول، تمام؟ هم كلموني وقالوا له كده. طيب انبي عرض عليك فعلا 1,000,000 جنيه؟ والله في عروض يا كابتن سيد، بس انا بصراحه ما اعرفش الارقام وكده، بس فلوس ده في الاسماعيلي 3-4 مرات يعني، بس انا قلت لا، في الاول وفي الاخر اقول لحضرتك ان انا حابب جمهور النادي الاسماعيلي جدا، والجمهور طبعا بيحبني والعلاقه كويسه جدا بيني وبينه، وانا حابب ان انا اكون موجود في النادي الاسماعيلي، مش حابب ان انا اطلب الرحيل زي ما المواقع كاتبه وكده والكلام ده. طيب على العموم كل التوفيق يا ابراهيم، واللعيب مؤثر جدا واللعيب مهم جدا، كنت انا قلت اللعيب شكرا يا كابتن سيد. يلا بالتوفيق يا حبيبي. شكرا، مع السلامه. كنت انا قلت ان هو لعيب النادي الاهلي، لا طبعا ده ابراهيم حسن كان لعيب نجوم المستقبل لو تفتكروا، اللي انتقل للنادي الاسماعيلي. كوبر المدير الفني للمنتخب الاول المصري هيصل القاهره بعد انتهاء اجازته، هيوصل النهارده ان شاء الله الرحمن، او زمان وصل خلاص، وهيبدا بقى يتكلم في الاستعدادات والتحضيرات للحاجات اللي جايه والتصفيات اللي جايه باذن الله. اقرب مباراه رسميه هي مباراه طبعا مباراه
تشاد يوم 4 أو 5 سبتمبر، يعني بقى ده حوالي شهرين أو شهرين إلا شوية من دلوقتي. طيب المنتخب الأولمبي يعني عنده استعداد في منتهى القوه ومنتهى الاهميه، محدش بيجيب سيرته خالص طبعا، لان انت بتتكلم في الاهلي والزمالك والبطولات الافريقيه، وده الحدث الاكبر حتى مع منتخب مصر، ودي حاجه عجيبه غريبه نفسي افهمها والله. يعني المنتخب الاول المصري ممكن يبقى عنده مباراه مع نيجيريا مثلا، هتلاقي الاهتمام الاعلامي 3 ايام 4 ايام، او الاهتمام الاعلامي لو الدوري واقف الدوري ساكت يعني. لكن لو في مباراه للاهلي والزمالك مثلا بعد اسبوع ل 10 ايام، والمنتخب نفسه عنده يعني مباراه مهمه جدا مع فرقه كبيره ولتكن الكاميرون مثلا، هتلاقي الاهتمام الاعلامي قليل جدا. عشان تعرفوا اهميه الاهلي والزمالك على الاعلام، مش اهميه الاهلي والزمالك على حساب منتخب مصر يعني، لكن انا بتكلم على مستوى الانتشار او مستوى القنوات او مستوى الجرايد. تعالوا نشوف المنتخب الاولمبي والمدير الفني كابتن حسام البدري وبعض نجوم المنتخب الاولمبي ورؤيتهم واستعداداتهم للقاء اوغندا، ونرجع تاني في كلام في الكوره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول بشكركم طبعا على متابعه النهارده واحده في التمرين. مباراه اوغندا طبعا صعبه جدا طبعا بالنسبه لنا، لان احنا عايزين نوصل طبعا الاولمبياد طبعا، فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في الماتشين دول، لان دي هتحدد مستقبلنا، لان دي في التصفيات، فباذن الله ربنا يكرمنا ونكسب. لا طبعا ضغط الماتشات طبعا بيبقى صعب، بس احنا دلوقتي يعني كل اللعيبه طبعا جاهزه، ما فيش حد طبعا ما اتمرنش، مفيش حد بيلعب ماتشات، فان شاء الله نكون قبل الماتشات دي كلنا نكون جاهزين، ولان المنتخب الاولمبي بيضم لعيبه يكون في كل مركز في 3 لعيبه احسن من بعض، ومعانا جهاز فني محترم، وان شاء الله يعني نقدر نعمل حاجه ونفرح الشعب باذن الله. انا دلوقتي والله مركز مع المنتخب طبعا ومع الفريق طبعا انبي، فاضل لي اخر ماتش في الدوري، وبعد الموسم ان شاء الله ربنا يكرم ونحدد انا هروح فين باذن الله، وده نصيب طبعا يعني في اول واخر، الواحد ما يعرفش ربنا مخبي له ايه، وان شاء الله يعني ربنا يكرم باذن الله. ان شاء الله لازم نكسب الماتش الاولاني هنا، لازم نكسب بنتيجه كبيره عشان نقدر نفتح الماتش الثاني، ان شاء الله نقدر نكسب يعني. مفيش، هو اول يومين النهارده في المعسكر بنستعد للماتشين دول، ان شاء الله نقدر نركز بشكل كويس اليومين الجايين دول عشان نقدر نحقق المكسب اللي نتحرك عليه الماتش الجاي. مفيش، هو لسه النادي بتاعي اتكلم مع كل الانديه اللي عرضت على النادي ان هو هيبقى في جلسه بس بعد ان شاء الله ما الدوري ينتهي، فانا ان شاء الله مستني لحد ما الدوري يخلص واقعد مع النادي اشوف ان شاء الله الاحسن ليا، احاول اختار انا والنادي ان شاء الله. ادينا انضمينا النهارده المعسكر، وان شاء الله نقدر نقدم مباراه كويسه تليق باسم مصر طبعا، وفي الجهاز الفني وباللعيبه والقدرات الموجوده ان شاء الله نقدر نحقق المكسب باذن الله. طبعا يمكن مجموعه صعبه جدا خاصه في دوره الالعاب، طبعا معانا غانا، معانا السنغال،
نيجيريا طبعا منتخبات قويه جدا، لكن انت برضه انت بتلعب باسم مصر منتخب قوي، اللي هيجتهد اكتر واللي هيستعد بصوره احسن طبعا هيبقى موجود بصوره تحدي لينا طبعا. لكن منتخب اوغندا منتخبات كويسه جدا، وخاصه ان هو وصل لمرحله زي كده في التصفيات. بنحترم كل المنتخبات طبعا. الواحد يبقى زعلان جدا لو منتخب زي مصر، خاصه كل الاسماء الموجودين دلوقتي واللعيبه كلها الموجودين دلوقتي، حرام ان المنتخب ده كله ما يبقاش في اولمبياد لندن. عندنا مواهب كتير تقدر تسيب المنتخب الاول. اعتقد ان شاء الله ان احنا يعني نقدر نعدي المرحله دي باذن الله ونوصل للتصفيات باذن الله. طبعا زي ما قلت لك المنتخب بيضم عناصر على اعلى مستوى ولاعيبه اسماء كتيره طبعا. اللعيبه كلها بتلعب في انديتها وماشيين كويس اذا كانوا محترفين او محليين. حرام الاسماء دي كلها ما تبقاش موجوده في اولمبياد لندن. زي ما انت شايف احنا عندنا في كل مركز 3-4 لعيبه على اعلى مستوى. فان شاء الله اجتهاد وحب وتمرين كويس ونركز في مباراه اوغندا باذن الله. عندنا نوصل المتصفيات ان شاء الله نقدر احنا نوصل للاولمبياد السوري. مباراه قويه طبعا ومباراه قمه في مصر طبعا. الناس كلها بتنتظر مباراه زي كده، الناس بتستمتع بمباراه زي كده، فاتمنى ان شاء الله ان هي تبقى مباراه كويسه تليق باسم نادي الزمالك والنادي الاهلي. استعدادنا زي ما انتم شايفين عندنا المباراه يوم السبت الجاي ان شاء الله. النهارده الحد نتجمع المباراه تقريبا ب5 ايام بس. صعوبات طبعا، برضه الناس تبقى حاسه بالكلام ده كله طبعا، لان انا عارف ان احنا المنتخب الاولمبي بيشتغل في ظروف صعبه جدا جدا جدا. واذا كنا حتى بنتجمع قبلها ب5 ايام، النهارده المقاولين بيلعب والجيش بيلعب وعندي 4 لعيبه، 2 من هنا و2 من هنا. عندي الاهلي بره، الزمالك لسه مش عارف هيوصل النهارده الزمالك. فطبعا في صعوبات كبيره جدا جدا جدا. يمكن انا كلمتي المختصره قلتها للاولاد دلوقتي ان انا مش هتكلم كل الكلام اللي انا عاوز اقوله، لان في مجموعه كبيره غايبه عننا. بمجرد ان شاء الله ما نكتمل باذن الله، لكن عاوزكم تفكروا في المباراه اللي جايه دي من دلوقتي. يعني احنا هنكمل يا ما نكملش 19 شهر اللي فاتوا دول اللي احنا اشتغلناهم كلهم متوقفه على المباراه اللي جايه دي. نكمل مشوارنا يا ما نكملش، لان ده هو الدور التمهيدي للمجموعات اللي هي ان شاء الله التاهل للاولمبياد باذن الله. فكله ان شاء الله مرتبط بالمباراه الجايه ان شاء الله. يعني انا عندي ثقه في الاولاد، وعندي ثقه في الله طبعا قبل اي حاجه، وعندي ثقه في الجهاز الفني. بقول لكم طبعا ان انا رحت مباراتين اوغندا اللي لعبوهم، هتشوفوا فرقه شرسه، فرقه عندها مقاومات كثيره جدا. يعني اذا كنا بنتكلم على هتشوفوا اطوال وقوه بدنيه، وبعض العناصر عندهم القدرات الفنيه بالذات المهاجمين ونص الملعب. هنشوف المباراه هيبقى فيها نديه، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق فيها باذن الله، لانها مباراه الذهاب يعني ونتيجتها مهمه جدا بالنسبه لي. انا عاوز اقول مش منتخب مصر، انا مش عاوز اشغل نفسي خالص بدوره الالعاب الافريقيه. انا كل تفكيري في المباراه الجايه دي بتاعت اوغندا، لكن في موضوع مهم اللي انت بتتكلم عليه ده، لكن لابد ان احنا ناجله الى ما بعد مباراه اوغندا عشان يبقى مركزين. في نفس الوقت مش منتخب مصر بقى، هتبقى ظروف ثانيه خارجه، لكن مش عاوزين نسمع الاحداث لان ممكن كل الكلام ده يبقى مش موجود. لكن هندرس ايه افضل حاجه باذن الله. بالنسبه للعيبه الزمالك والاهلي وانضمامهم، يعني حضرتك مين العناصر اللي هينضموا؟ الزمالك هيوصل النهارده والاهلي برضه يعني الفجر، والاهلي هيوصل برضه بكره تقريبا. الاهلي فيه رمضان صبحي وفي تريزيجيه وفي مسعد عوض، الزمالك فيه مصطفى فتحي. طيب بعد ما شفنا تقرير عن المنتخب الاولمبي، كل التوفيق ان شاء الله. الرحمن هيلعبوا تقريبا يوم 26 في مباراه مهمه جدا مع اوغندا اللي فازت خارج ارضها وعلى ارضها في المباراه الاخيره قبل لقائهم مع المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. اسف كوري اللعيب اللي كان لاعب في الاتحاد السكندري وكان عامل طفره كويس قوي مع حسام حسن في الاول. سرعته هايله جدا وكان مميز جدا على المرمى، واللي من بعد ما خرج او بعد ما مشي وبعد ما هرب بتاع ان جاز التعبير من الاتحاد السكندري، بدا خط هجوم الاتحاد السكندري يبقى يعني مش على نفس البدايه اللي هو بدا بيها. كان لو تفتكروا في مباراه الاهلي كان احرز هدفين، في مباراه بتروجيت كان احرز هدفين، ف يعني دبابه بشريه على الارض. انبي بيحاول ان هو يخلص اللاعب ده لصالح انبي عن طريق عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعب وبالتنسيق مع الاتحاد السكندري. هنشوف الايام اللي جايه تبقى ماشيه ازاي، وانبي لو نجح ان هو ياخد اللعيب ده هيبقى لعيب مهم جدا جدا. على التليفون العميد ثروت سويلم من المدير التنفيذي لاتحاد الكوره. مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. ازي حضرتك؟ الله يخليك كابتن. القمه سويسي، يعني قمه مباراه القمه على ارض استاد السويس فعلا؟ والله يا كابتن يعني الاقرب، لكن في محاولات يعني لاستاد برج العرب، لكن الاقرب السويس. الاقرب السويس. طيب في يعني خطابات امنيه مثلا بداتوا تتكلموا وتتحركوا مع الجهات الامنيه ولا لسه كده؟
والله كان من اسبوع الكلام ده، يعني محاولات بترو سبورت برج العرب، لكن اقرب السويس. الاقرب السويس. طيب على العموم ان شاء الله الرحمن تخرج بشكل كويس قوي ايا كانت بقى النتيجه بقى للاهلي للزمالك، المهم انها تخرج وينتهي موسم كويس ان شاء الله الرحمن. طيب ربنا يخليك يا كابتن. هل استقاله الكابتن احمد مجاهد او الاستاذ احمد مجاهد او المهندس احمد مجاهد يعني استقاله مسببه واترفعت فعلا وتم قبولها من رئاسه لجنه شؤون اللاعبين ولا ايه بالظبط؟ هي تقدر تقول انه اعتذار عن رئاسه لجنه شؤون اللاعبين، مش استقاله مسببه او كده يعني. هو طبعا الاجواء يعني في الاتحاد الفتره الاخيره نتج عنها شويه خلافات ما بين المجلس. هو راى ان هو في الفتره اللي جايه دي يعني المجلس اعضاء ناس محترمين جدا، كان في نوع من الفجوه ما بين مهندس احمد وباقي اعضاء المجلس، فكان ما فيش حلول تانية غير يبقى في شويه بعد في التعامل لحين استقرار الامور. تقبل باعتذاره من شؤون اللاعبين واعتذاره عن اشرافه على المنتخب 97، وفي موافقه مبدئيه من مجلس الاداره. الموضوع ده كله يعني بيتوصل فيه ان هو يبقى فيه اداه تواصل وقرب وانهاء الخلاف الحالي ما بين الاعضاء المجلس من اتجاه والمهندس احمد من اتجاه ثاني. طيب يعني طبعا يعني انا بقدر حضرتك كده جدا وكلام حضرتك طبعا، لكن شايف ان يعني حته ان انا في اختلاف ما بيني وما بين شخص او ما بيني وما بين مسؤول زيي ولا حاجه ينتج عليها كل واحد اختلف في شغل سياده العميد، يبقى كل الناس هتسيب شغلها بقى يعني. مش بالمقصود كده برضه يا كابتن سيد، على قد ما هو المسؤوليه ما بتتجزاش. هو مش معنى ان هو ساب الاشراف او رئيس لجنه شؤون اللاعبين يبقى بتمثل المسؤوليه. انا بقول لحضرتك بمنتهى الصراحه عشان ما نقدرش نقول نزوق كلام ان ما فيش خلاف، لا في خلاف. والناس عرفت يعني اخر خلاف مع الاستاذ حسن فريد او كابتن حسن فريد كان خلاف قوي جدا وكان خلاف عنيف جدا يعني. فما بقاش قدامك حلول غير ان يبقى في بعد شويه في المسافه لحين استقرار الامور، لكن مش معنى كده ان في تمصم من المسؤوليه، لان اللجنه هتسند لاحد برضه الساده اعضاء مجلس الاداره هيتولى الاشراف عليها، والامور هتمشي عادي جدا. بس لما يبقى في علاقه طيبه ما بين الاعضاء المجلس وتيجي منحنى ليها في وقت من الاوقات، بتحتاج فتره كده بس بعد شويه عشان الامور ترجع لمسارها الطبيعي. طيب يعني برضو مش يعني المهم قوي يعني المشاهدين يبقوا معانا على نفس الخط يعني بيتقال ان في لا ضغط يعني من جهات معنيه او انديه معينه مثلا على ابعاد احمد مجاهد من رئاسه شؤون اللاعبين، وان هم يعني من بدري جدا ما كانوا رافضين وجود احمد مجاهد. هل الكلام ده صحيح ولا السبب الوحيد اللي حضرتك قلته هو ده السبب الاساسي والصحيح؟ لا ما فيش. اصل بص بعد اذن حضرتك قرار تعيين المهندس احمد مجاهد رئيس لجنه شؤون اللاعبين ده قرار مجلس اداره اتحاد الكوره. تمام. فهو راى نفسه ان الموضوع وصل لخلاف ممكن يترتب عليه اي قرارات تانية، فملهاش علاقه بانديه او تدخل من انديه. ده قرار اعتذار ليه لما لقى ان الوفاق ما بينه وبين اعضاء المجلس في مسافه بعيده. وانا بكلم حضرتك بمنتهى الصراحه يعني كان لازم هيحصل كده عشان يحافظ على مبادئ من علاقه ما بينه وبين اعضاء المجلس. ياه ده الموضوع وصل قوي بشكل عنيف بقى يعني. والله اللي وصل الموضوع كابتن سيد برضو يعني المواقع وده قال وده قال، لكن انا مش عايز اقول لحضرتك العلاقه اولا اعضاء مجلس الاداره من الشخصيات المحترمه جدا كلهم، وكان المهندس احمد مجاهد الاقرب ليهم. المواقع يعني خلي بالك المواقع طالما انت ذكرتها بقى، ده في موقع قال ان في حذاء اترفع وحاجات كتيره يعني انا عشان كده بقول لحضرتك دي زودت المسافه جدا. فهو كانت ليه رؤيه والمقربين ليه نصحوه ان لازم خطوه. احيانا لما بتحصل حضرتك مشكله ما بينك وبين ناس انت بتحبهم لازم تاخد خطوه لورا عشان يعني يبقى على الاقل مع الوقت انك ممكن ترجع تاني وتتصلح العلاقات تاني. لو ما عملتش كده حضرتك كانت العمليه هتسوء اكتر، وكان ممكن يبقى في قرارات تانيه تؤدي الى خساره اكتر في العلاقه. طيب معنى كده ان ممكن ما تلاقيش مثلا الاستاذ احمد مجاهد موجود في اجتماعات مجلس اداره لفتره معينه، شهر شهرين ثلاثه؟ لا 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 لا, لا ما فيش من الكلام يعني ما فيش تصور غير يعني اخر نتائج الموضوع هو اللي حضرتك سمعته ده، ان هيبقى في مشرف ورئيس لجنه شؤون اللاعبين يوم الاربعاء في اجتماع. الحاج محمود الشامي مظبوط؟ يعني طبعا هو الحاج محمود عشان خبرته الكبيره، لان احنا برضو المجلس حريص جدا على ان اولا من اقوى اللجان واكثر اللجان فعاليه في اتحاد الكوره شؤون اللاعبين، فمش هيمسكها. مش الموضوع مش انت يعني مش عاوز ضرر للاتحاد، بالعكس
انت عاوز يكون للافضل. فالافضل في المرحله اللي جايه دي هو الحاج محمود الشامي. طيب معاك، انا معاك طبعا في كل شيء، والحاج محمود الشامي ده راجل عزيز وبعتز بيه جدا يعني. بس انت مش شايف ان انت داخل على مسابقه او اسف داخل على بطوله وبدايه موسم، وانت عارف بقى يعني بدايه الموسم كل سنه وحضرتك طيب، يعني كل سنه وحضرتك طيب في رمضان وبدايه الموسم هتبدا بقى تلاقي انديه بتتصارع على لاعب ماضي هنا، لاعب ماضي هنا، لاعب ماضي من فرقتين، لاعب مش عارف وقع ايه، لاعب ما جددش، لا الامضه مش مظبوطه. فمش محتاجه يعني طبعا الحاج محمود الشامي على عيننا وراسنا طبعا يعني، لكن اقصد يعني كان محتاجه تكاتف شويه، محتاجه لوائح يعني. بس سيد اقول لحضرتك الصراحه لازم اكون صريح مع حضرتك طبعا يعني. يا ريت. المهندس احمد مجاهد على قدر ما حصل من اخطاء في الفتره الاخيره نتج عنها الفجوه اللي ما بينه وبين اعضاء مجلس الاداره، وهو يعني بمنتهى الصراحه معترف بخطأه، وخير اعتراف بخطأه ان هو اعتذر عن تواجده في اهم لجنه. طب ايه خطأه؟ معلش ما برضه يعني كويس واحنا بنتكلم بصراحه، بس برضه يعني ايه الخطأ اللي وقع فيه احمد مجاهد؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. فعلى الرغم من الكلام ده كله الا لازم يعني نؤكد ونقول انه اكثر الناس خبره ودرايه وفي في 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 مجال الكوره، في مجال شؤون اللاعبين، هو المهندس احمد مجاهد. تمام. انا باكد على ده، انا كمان باكد على ده، تختلف معاه وتتفق معاه وبعض البنود كده اللي خاصه بالقسم الثاني والقسم الثالث تحديدا، لكن مش مشكله هنعديه. طيب وما عندوش مجاملات لحد، ما انا اقول لحضرتك وما عندوش مجاملات لحد وما بيعرفش يجامل، يعني هو اصلا ما بيعرفش يجامل، ولجنه شؤون اللاعبين محتاجه ان شخصيه ما يعرفش يجامل. لكن مش ده لا يمنع ان في سيستم محترم اتحط السنه دي. يعني بعد اذن حضرتك دلوقتي ليه الحاج محمود الشامي؟ لان هو المشرف والمسؤول عن التحديث الالكتروني في اتحاد الكوره بما فيهم لجنه شؤون اللاعبين. فانت النهارده اصبحت عندك وليد العطار، استاذ وليد العطار راجل خبره كبيره جدا، حاجه هايل جدا يعني، شخصيه ممتازه جدا جدا. ده مدير اداره شؤون اللاعبين. فانت النهارده حضرتك بقى سيستم عندك، ولازم يبقى في شكر لاحمد مجاهد ان هو كان ليه يعني بصمه كبيره جدا في التحديث الالكتروني لشؤون اللاعبين. عاوز اقول لحضرتك ده كان اصرار اتحاد الكوره والمجلس ان لما يجي حد يرقص لجنه شؤون اللاعبين لازم يكون له خبره كبيره جدا، وده السبب ان احنا الاتجاه جه ناحيه المهندس محمود الشامي. طيب ايه الخطا اللي اعترف بيه احمد مجاهد؟ ما قلتليش برضه. يعني بص، دي حاجات شخصيه بقى بينهم وبين بعض. تقدر تقول ان دايما حضرتك ما بتزعلش الا لما يكون في عشم اكتر من الانسان لما يغلط، حتى لو غلط بسيط فبيبقى في واقع الشيء عشان هو الاقرب ليك بيبقى موضوع اكبر شويه. فيعني بص يا كابتن سيد، في الاول وفي الاخر ما كانش في حلول في هذا التوقيت غير اللي اتخذ ده. صح كده، غير اللي اتخذ ده. اتقال ان يعني الاستاذ حسن فريد والفرق السن كان سبب شويه في الزعل الكبير ده. الكابتن حسن فريد يعني قامه كبيره جدا وشخصيه محترمه جدا، ومش عاوز اقول لحضرتك يعني حتى في سفر الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، لان هو في مسافر بره في اجتماع الكره الشاطئيه، كابتن حسن يوميا تواصل وتواجد وكلام من ده. لكن بقول لحضرتك ما حدث يعني كان يستوجب مسافه واسعه شويه كده. خلاص ده خطا حضرتك، يعني انا بحترم طبعا تقدير حضرتك وان انت مش عايز تقول الخطا على الهوا، لكن طبعا يعني يمكن احنا قلناه من بعض، وانا بحترم فيك ده جدا يعني. لكن في النهايه يعني انا بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، ويا رب اللي جاي ان شاء الله الرحمن يبقى احسن واحسن كمان يا سياده العميد باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. طيب واضح ان الخطا كبير قوي، كبير جدا. كون ان احمد مجاهد يعني انا عارف شخصيته كويس، هو شخصيه عناديه وشخصيه يعني تختلف معها او تتفق معها، لكن في النهايه على درايه باللوائح والنظم والاسس والقوانين، وعلى درايه بلوائح الاتحاد الدولي وحافظها يعني. فبالتالي يعني ده كفاءه. تختلف في بعض الاوقات كده شويه، اللي هو ساعات يعني بتبقى الدنيا عايزه تطلع بتاع القسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع يبقى ياخدوا بنود كبيره قوي اكتر من اللي بياخدها القسم الاول، لكن في النهايه دايما تدي لكل واحد حقه حتى لو كان في اختلاف في وجهات النظر. قلنا لكم حاجات كتير جدا خاصه بكلام الكره النهارده، ان شاء الله الرحمن بكره بقى على خير ان شاء الله نقول لكم حاجات احدث. يعني محمد يوسف ممكن يبقى مضى خلاص مع سموحه باتفاق مع كابتن او المهندس فرج عامر بعد هزيمه سموحه من الهلال السوداني، وبعد رحيل كابتن حلمي طولان. احمد حسام ميدو خلاص بقى في الاتحاد، بقى في الاسماعيلي. تبقى بس الحاجات الصغيره والرتوش البسيطه جدا اللي هيتفقوا
عليها، وممكن يبقى يتولى القياده الفنيه للاسماعيلي في الكاس. عمرو انور هو المدير الفني الجديد للانتاج الحربي والجديد في الدوري الممتاز. عمرو انور اللي كان تولى الامور الفنيه للاتحاد جده لاول مره في الدوري الممتاز، ووجه جديد في الدوري الممتاز ومدربين الدوري الممتاز. كل التوفيق لعمرو، كل التوفيق باذن الله للمجموعه ككل من مدربين ولاعبين واجهزه فنيه. طيب يومنا خلص النهارده، كلامنا خلص النهارده، على خير ان شاء الله الرحمن. نتقابل بكره في يوم جديد في كلام في الكوره. ما تنسونيش النهارده من خالص دعائكم.